ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا دايما بخير واحسن حال دايما يا رب. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده معانا فيديو جديد، وبصراحه في حاجات كده هتصدمكم في قلب الفيديو. انا ذات نفسي انا اتصدمت من اللي انا شفته. بس يلا ما علينا، نكمل الاول. لو انت اول مره تشوف قناتي ما تنسيش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وكومنت حلو، دعوه حلوه من قلبك لاختك سوما حبيبه قلبك. قبل ما نبدا الفيديو كده نحب نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى نزلت السوق، كان في شويه حاجات كنت عايزاها. واهم حاجه كمان رمضان على الباب، على الابواب. كل سنه وانتم طيبين وبصحه وسلامه دايما يا رب. اهم حاجه كنت عايزاه من السوق البسله والقلقاس، عشان بحب يعني اخزنهم يعني لرمضان في الفريزر. ودي كانت تسويقة النهارده. تمام. بس لو انت وصلت لحد هنا يا ريت تصلي على النبي كده في الكومنت و... واعملي اشتراك للقناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنا بقى انا كنت جايبه علبه شاي اخضر ليا. انا بحب الشاي الاخضر ده. وتعالوا بقى كده هنا. كنت بقى عايزه افصص البسله. هنا ربنا يبارك لهم يا رب، اولادي محمد ورحيم فصصوا معايا البسله، ياكلوا نصها ويرموا نصها. فهم فصصوا معايا يعني شويه حلوين، الحمد لله اول مره في حياتهم يعملوا حاجه عدله. فديت البسله هي اللي انا فصصتها. تمام. والجزر على الحيط المبشور، اللي هو خرط ده، انا كنت عاملاه كده للشوربه، عينه للشوربه. تمام. وكنت جايبه سبانخ غسلتها برضو وعملتها هي معاكم، نقعتها. تمام. وفي حتت جزر صغيره برضو كده على فكره. ايوه اللي في الكيس دي لسه سايباها ايه العدس ولا حاجه. والخرط الكبيره ديت اللي زي مثلا ايه الشوربه وكده. وديت برضو شويه بسله سبتهم برضو لوحدهم كده، قلت اعبهم في كاس ايه لوحدهم زي ما انتوا شايفين. فكده طبعا انا خلصت من البسله وخزنتها وكده خلصت منها الحمد لله. واهم حاجه تطلعي منها الهواء. انا تمام. بصوا عايزه بقى النصيبه اللي اوريكم حصل. حاجه. ده لو يرضي ربنا يا ريت تعرفوني. ده منظر يعني اغيب عنهم 5 دقايق، 5 دقايق بس، ارجع الاقي المنظر ده يرضي مين؟ استغفر الله العظيم يا رب. بصوا المنظر، شايفين شكارة الرز مفتوحة ومرمية ازاي؟ يا كانت هنا جابوها ليه؟ هما ليه جابوها من هنا وعملوا فيا كده؟ ليه بيعملوا فيا كده؟ هما عايزين يموتوني. عيالي دوت عايزين يموتوني صح؟ والله العظيم ساعات بحس انهم عايزين يموتوني. ده منظر ده يرضي ربنا؟ استغفر الله العظيم يا رب. انا ماشيه كمان ودايسه على الرز، في حرام عليا، بس بحاول ان انا ما ادوس عليه والله. شايفين؟ شايفين المنظر؟ الله يسامحكم، الله يسامحكم يا ولادي، بجد الله يسامحكم على اللي بتعملوه فيا. ايه ده؟ إيه المنظر ده؟ انا لما بغيب عنهم 5 دقايق ارجع الاقي نصيبه عاملين، نصيبه عاملين. والله العظيم شكرت الرز ديت انا لسه فاتحاها النهارده، لسه فاتحاها النهارده، ويا ريتني ما كنت فتحتها. شايفين المنظر؟ وغير كده ده تحت البوتاجاز كمان. بصوا هقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا. تحت البوتاجاز في رز اهو. يا رب تكون واضحه عندكم. قولي لو يرضي ربنا ده، يا ريت تقولي اعمل ايه فيهم بقى. لو انتوا مكاني هتعملوا ايه؟ بصوا الرز وقع فين وعين الرز فين. انا على طول بعين الشكاره تحت هنا. فتحوها لدرجه والله بصوا يا جماعه انا عامله ايه هنا. عامله هنا مسمار علشان ايه؟ اقفل الضلفه دي كده، اقفل الضلفه كده، واقفل المسمار عليها كده، عشان لما يجوا يشدوها ما يعرفوش. لا، اتنصحوا وفتحوا الضلفه كده بالمنظر ده، ونزلوا الشكاره وقاموا مبعترين. هم استفادوا ايه بقى؟ غير حرقه الدم، غير حرقه الدم اللي هم جابوها لي ديت. قولوا لي اعمل ايه والنبي. والله العظيم انا ظهري وجعني وبجد تعبت جدا، تعبت جدا معاهم. نعمل ايه؟ ربنا يهديكوا يا اولادي، ربنا يهديكوا يا رب، يهديكوا ويهدي اللي زيكم، ويهدوا اولادنا واولادكم جميعا يا رب. بس ده والله انا زعلانه والله على المنظر ده جدا. انا صعبان عليا الرز، انا صعبان عليا الرز. بصوا المنظر. ايه ده؟ ايه ده؟ وازاي؟ انا عايزه افهم هما ليه جابوا الشكاره وحطوا يعني سايبينها هنا. لا والشكاره كمان ايه؟ بصوا، بصوا الشكاره
اهو الرز هنا. ليه كانوا بيشدوا مثلا كده الرز ويبحتروا كده مثلا، ويبحتروا هنا وهنا وهنا كده؟ ده منظر، ده منظر يا جماعه. ما انا ماليش دعوه بقى، ما انا حد يتصرف بقى، حد يجي يساعدني. حد يقول لي اعمل ايه في المنظر ده، اعمل ايه في المنظر ده. انا زعلانه بجد، انا زعلانه. طب انا دلوقتي اشيله واحطه في الشكاره ولا اشيله وارميه؟ متهيألي ده مش هيتعمل في الشكاره تاني، عشان الارض لو فيها تراب فيها حاجه، صح؟ اكيد يعني مش هحطه في الشكاره، هشيله ويترمي، ده هيترمي. بس حرام والله، يعني الواحد بيقول لم اللقمه تلمك. هما مش بيلموا اللقمه خالص، هما بيبعتروها، هما بيبعتروها. اعمل ايه؟ انا اعمل ايه يعني؟ ربنا يسامحني بقى. انا والله العظيم ما بحبش ارمي حاجه ابدا، عمري في حياتي ما بحب ارمي حاجه، وبالذات نعمه ربنا تيجي هما في الاخر هما. يلا خير خير خير، كل اللي هما يعملوه خير، صح ولا ايه؟ انا في نفس الوقت زعلانه وفي نفس الوقت بضحك، مش عارفه ازاي دي، بس ماشي. فانا دلوقتي بقى ايه، هلم الرز ده كده. وطبعا انا مش هحطه في الشكاره هنا، هشيل الشكاره احطها هنا مكانها كده قدامكم. يعني الرز ده هسيبه كده والمه. وده يا نهار ابيض، بصوا مدخلين الرز فين، شايفين؟ شايفين المنظر؟ شايفين؟ دلوقتي بقى هنشيل الشكارة كده اهي، شكارة الرز اهي. هحط الحاجة دي هنا دلوقتي، وبعدين هبقى هبقى انضفها تاني يعني. بس لما ارق لها بقى نفضل بقى الضلفه بتاعتي من تاني كده اهو، وقفلتها بالمسمار تاني. انا مش عارفه اعمل لهم ايه، اعمل لهم حديد، اعمل المطبخ حديد ولا اعمل المطبخ باب واريح نفسي ولا ايه بالظبط؟ بجد والله العظيم بقت عيشه، استغفر الله العظيم، عليه الصلاه والسلام. دلوقتي هشيل بقى الفرشه ديت، هنفضها خالص واشيل الرز ده. هحطه فوق مثلا بدل ما ارميه خساره. هي فكره حلوه برضه، اقول لكم على فكره، ان انا ممكن مرميهوش، مش هرميه، واشيله واحطه فوق على السطح. ليه بقى احطه على السطح؟ للحمام، الحمام ياكله، بدل ما اشيله وارميه يبقى الحمام ياكله احسن، صح ولا ايه؟ فكره حلوه، قشطه. دلوقتي بقى ايه، هشيلها كده وانفضها واشيل الرز ده كله، واكنس ده كمان، ده كمان هشيله و... واقوم مطلعهم على السطح وافرش المطبخ وارجع لكم. هنا بقى حبايب قلبي بعد ما كنستها هو ولميت الرز كله، شايفين قد ايه دي اللي طلعت منها؟ بصوا يعني قد ايه ده كله اتلم من على الارض. بصوا كان في حاجات برضو ايه شايل، كويس ان انا ما حطيتوش في الشكاره. هنا بقى كنستها كويس وسيقتها كمان على فكره. قلت طالما انا شلت الفرش بقى ايه اسيقها بالمره. فالمهم شلت بقى الفرش، نفضته ولميت الرز كده في كيسه زي ما انتم شايفين، وقلت بقى اسيقها بالمره وافرشها على نظافه. هنا انا حطيت هنا الشيف ده، اصل هو بدأ يخف يعني، ما يبقى بالزحلق من لو انا كنت في الاول كنت بفرشه على السيراميك، فلما بقيت افرشه على السيراميك بقى بيزحلق. عشان ايه؟ هو قدم شويه فنعم فبيزحلق، يعني ممكن عياله هما بيجروا ولا حاجه بيقعوا بيزحلقوا عليه ويقعوا ويتعوروا ولا حاجه. فقلت احنا كده كده في الشتاء وايه، واحطه كده وخلاص على الايه، على المشايه بتاعه المطبخ دي. فاهو اتكنسته وظبطته، يا رب ما يوقعوش بقيه الشكاره عشان يرتاحوا. ما شكلهم كده مش هيرجعوا غير لما يوقعوه. طالما عرفوا يفتحوا الضلفه ديت مش هيرتاحوا غير لما يفتحوا ويوقعوا بقيه الشكاره، ده انا عارفه وحاسه بكده يعني. فالنهارده يا رب اكون خفيفه على قلبكم النهارده، ما اكونش كده ضايقتكم في حاجه وحبيت بس ان انا اعرفكم ولادي، يعني مش عشان مثلا
ان انتوا ولادكم تفكروا ان ولادكم بيبهدلوا لكم الدنيا، مش بيقعدوا ساكتين، عيال شقية كده. إيه، ما بيقعدوش الكلام ده، يعني مش عيالكم لوحدكم والله، بيبقى عيالنا كمان نفس النظام واكتر. وفي ناس برضو بتبقى يمكن اكتر من ولادي برضو. فربنا يهديهم يا رب، ويهدي كل اولادنا جميعا يا رب. فهنا لو انتوا بقى عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالدعوة، والدعوة الحلوة اللي بتخليني ان انا اتشجع واعمل فيديوهات واطلع لكم واتكلم معاكم. انتوا بجد بجد هنا رحيمة اهوت. هو ما عملش النصيبة، بس محمد الكبير هو اللي عملها، فهو كان لسه صاحي من النوم. فهنا بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس وكومنت حلو ده وحلو من قلبك لاختك سمى حبيبه قلبك. حاضر يا رحيم. رحيم بقى لسه قايم من النوم وما بيشوفش قدامه اصلا. فيا رب كده يكون الفيديو النهارده عجبكم حبايب قلبي، وما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس وكومنت حلو ده وحلو من قلبكم من اختكم سوم. اشوفكم في رعايه الله حبايب قلبي. باي باي. بس قلت قبل ما اختم معاكم الفيديو كده، قلت بقى اوريكم برضو الغدوه الحلوه اللي انا عملتها النهارده، غدوه كده على السريع. وادي كده فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه النهارده، وده نصيبه ادعوا لاولادي ربنا يهديهم. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.